كم مرة دخلت علاقة في حياتك وفشلت وحسيت إنك عايز تتخطاها؟ وكم مرة حسيت إنك وقفت في فترة من الفترات وكنت عاجز بسبب عدم قدرتك على التخطي؟ التخطي هو عنوان حلقتنا النهاردة من حسوني هيتكلم. فالسلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم، وبتمنى إنكم تكونوا بخير. في البداية حابب أنوه على حاجة مهمة، إن إحنا ممكن في خلال الحلقة دي نذكر سيناريوهات عاطفية، والحقيقة إن كلنا عارفين حكم الدين في العلاقات دي وحرمانيتها. وكذلك أنا آخر من ممكن يتحدث في الدين، لأن لسه زيكم مجرد شاب بيرتكب حماقات كتير في حياته وبيغلط، فمش حابب أكون في منصب الناصح الأمين، وأكون شخص منفر يعني. فأنا هاتكلم عن الحاجات دي لأنها بالفعل واقع بيحدث في المجتمع بتاعنا، وكتير مننا ممكن يكون واقع فيه. وطبعا ناس كتير بتتكلم معايا في نفس النقاط اللي أنا هذكرها النهاردة، ويعني بيطلبوا النصيحة أو بنفكر مع بعض. فعايز أقول لك إن ده مش معناه إنك شخص سيء، ولو قررت إنك تتوب وترجع لربنا فاعمل كده عشان ما تحسش بالذنب. أنا بس من زمان باحب أتكلم عن الحاجات اللي بتحصل على أرض الواقع بالطريقة اللي بتحصل بيها، مش مجرد كلام نظري. فباحاول أقدم حلول واقعية وتخلّيك في نفس الوقت متقبل نفسك وتعدِّل منها، مش تنفر وتشوف نفسك إنك مذنب أو كده. فباعتذر على طول المقدمة دي، لكني حبيت أوضّح ده. في البداية أنا حابب أذكر يعني إيه تخطي من الأساس. التخطي بالنسبة لي عمري ما تقريبًا ما كنت لجأت ليه في حياتي، لأن معظم المشاكل اللي كنت بامُر بيها مش حابب أقول إن هي تافهة، بس تقريبًا أقصى حاجة ممكن مرور أسبوع عليها كان كفيل يمحيها من ذاكرتي. فغالبًا أكبر مشاكلي كانت ممكن نقول في مرحلة طفولتي ومرحلة المراهقة، إني خسرت حجز كورة، نقصت درجة، شدّيت مع حد صاحبي على حوار تافه، لحد لمّا حصلت لي تجربة معيّنة كده في حياتي، كانت مخلّية حياتي أشبه بالجحيم. كمان وقتها كانت عندي مشكلة أكبر، إن أنا كنت باحس إن الناس مش فاهمة بالضبط أنا حاسس بإيه، وده كان بيزيد من قسوة الشعور اللي أنا باحس بيه. لذلك بدأت رحلة إن أنا أدوّر على التعافي. وجميع معاني التعافي وقتها كانت أصلًا بتزيد من معاناتي، فكل الناس كانت بتعرّف التعافي على إنه اختفاء للشغف بتاعك تجاه الحاجة اللي أنت بتتعافى منها، وبالتالي أنا معاناتي كانت بتزيد وباحس بالفشل، لأن عمري ما قدرت أوصل للنقطة دي، خاصةً زي ما قُلت إني ما كنتش مفهوم آآ في المشاعر بتاعتي لمّا باتكلم يعني. يمكن ناس كتير برضه بتلجأ لتعريف التعافي على حوار إنك تنسى الحاجة اللي مضايقاك تمامًا، وأشبه بإنها تكون اتمحت من ذاكرتك. كل الكلام ده كلام ناس مُقدّر ومحترم، لكنه غير واقعي، على الأقل بالنسبة لي. لحد لمّا وصلت لتعريف شخصي للتخطي، وهو المرور بالتجربة الكاملة. وهاحاول أشرح في الحلقة بتاعتنا النهارده يعني إيه تجربة كاملة، وإن التخطي مش معناه إنك هتنسى، بالعكس أنت هتفضل طول عمرك فاكر، لكنك هتوصل لمرحلة إنك هتكون متقبل اللي حصل معاك. وكمان ممكن أقول إن إحنا كلنا مرّينا بالتخطي، وهاقول لكم مثال على ده. عارفين لو حد قريب منكم توفاه الله، هتكون ناسيه دلوقتي؟ طبعًا لأ، لكنك متصالح مع الفكرة إنه ما بقاش موجود، وبتقدر تعيش حياتك، ومع ذلك عمرك ما هتنساه. فهو ده مفهوم التخطي، إنك عمرك ما هتنسى علاقة صداقة مؤذية أو علاقة عاطفية استنزفتك، لكنك بعد مرور فترة هتكون متقبل. وخلينا نكون صراحة، لازم 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 هتمر بالتجربة الكاملة. طيب، هو أنا ليه لازم أتعافى؟ لازم تتعافى من الشيء اللي بيؤذيك عشان مجموعة من النقاط هبدأ إن أنا أتكلم عنها دلوقتي. أولا أنت لازم تعرف نقاط القوة والضعف في العلاقة اللي أنت كنت فيها. بلاش تكون من نوعية الناس اللي أنت بتدخل في علاقة بتطلع منها زي ما دخلتها. حتى العلاقات المؤذية هتستفيد منها، فالتعافي بيساعدك تعرف ده، وتعرف تعيش حياتك بشكل أفضل. دي تاني نقطة معانا. فزي ما قلت أنت محتاج تركز على حياتك وتنجح، وطول ما في حاجة أنت بتحاول تتخطاها ده بيستنزف من الطاقة بتاعتك ومن وقتك، وبالتالي بتغرق أكتر وأكتر. زي إن علاقتك بأهلك ممكن تتدهور، ممكن تفشل دراسيا، وبتعيش في أقصى حالة ممكنة. وأخص بالذكر هنا العلاقات العاطفية، لأن دي أكتر حاجة تقريبا الناس بتتكلم معايا فيها وبتأثر على جودة حياتهم. نقطة رقم 3، إنك بتقدر تكون أفضل في العلاقات القادمة بتاعتك. سواء كنت شخص ظالم أو مظلوم، فأنت قدامك فرصة تكون أفضل. بخص بالذكر برضه هنا العلاقات العاطفية يليها علاقات الصداقة. ساعات كتير بنقول بس كده تمام وقفلت،
أنا مش هاصاحب تاني أو مش هاحب تاني أو مش هاتقدّم لفلانة تاني، ولكن القدر للأسف غصب عنّك هيفضل يحُط في طريقك ناس، لإن الحياة مش هتُقف، فللأسف لو فضلت زي ما أنت حتى لمّا يكون معاك الشخص المناسب أنت هتظلمه، لإنّك ما طوّرتش من نَفْسك سواء كنت الشخص الظالم أو المظلوم. فلمّا ربنا هيبعت لك شريك الحياة مثلًا الصح، وأنا حابب أركّز هنا على الحياة العاطفية برضه، مش هتقدر إنّك تحبه، وهتفضل شايف الجروح القديمة بتاعتك. طيب، هنيجي بقى للمحور بتاع الحلقة بتاعة النهارده، وهو إزاي أنا ممكن أتخطى. هنمشي مع بعض مجموعة من الخطوات، وكل خطوة هاشرحها. رقم 1 بالنسبة لي القعدة مع نفسك. من ضمن أول المشاعر اللي بتيجي لك في بداية التخطي هي الإنكار، وطبعًا مخك بيحاول يقنعك وتقول لنفسك لا يا عم دي فترة وهتعدي، لا إن شاء الله ده حلم. فلما تروح بقى واخد بعضك وتفضل تخرج أنت بتعزز أصلًا من الشعور ده. ليه؟ لأنك بكل بساطة بتشغل نفسك، ومن جواك نفسيًا بتحس إنك شخص عادي ما عندوش أي مشاكل، وإنك بالفعل تخطيت. يعني لو نزلت قعدت وهزرت مع الناس كله تمام، أنا زي الفل ما عنديش مشاكل. لكن الحقيقة إنك هربت أصلًا من مواجهة المشكلة، وهتفضل حاسس نفسك تمام لحد فترة معينة، هتتفاجئ فيها بالانهيار التام. فأنا هنا بافضّل في بداية الموضوع إنك تقعد لوحدك، مش كتير يعني، هم حوالي يومين أو 3، بحيث إن مخّك يبدأ يستوعب إن الكلام اللي قدّامك دوّة أو المصيبة اللي أنت بتحاول تتخطاها حدثت بالفعل، وإنه خلاص واقع لا مجال للهروب منه. أنت خلاص شِلت المادة مثلًا، خسرت صديق عزيز، خسرت العلاقة العاطفية اللي أنت كنت بتحارب عليها. النقطة التانية بالنسبة لي ودي اللي مهمة، هي الرواية الحقيقية. فترة القعدة لوحدك والفترة التالية إحنا بنحط الرواية الحقيقية اللي حصلت بدون زيادة أو نقص. لأن على مدار حياتي أي حد كان بيحكي لي عن علاقة لازم بيطلع القلم بتاعه عميق بشكل ممكن تفضل تمد فيه من هنا لحد آخر الدنيا، وإن غلطات الآخرين في حقه كانت عظيمة. بالتالي مخك بيحاول يشوف إن هو مجروح بنسبة مليار، مع إنك ممكن تكون مجروح فعليا بس بنسبة 5% بس. وده اللي بيصعب من عملية التعافي لأنك بتعزز من ألمك وبتعظمه. في نقطة تاني، ساعات أنت بتقدر الألم صح، يعني أنت لو مجروح بنسبة 5% بتقدره إن هو 5%، لكن بنغفل عن الغاية. أنا زمان لمّا حد كان يجرحني كنت باتجنن، طب هو ليه عمل معايا كده؟ لحد لمّا بقيت باتبنى سيناريو بيساعدني شوية، وهي التبرير بالمصلحة. يعني بدل ما أقول إن هو عمل معايا كده علشان هو شخص مثلًا قذر أو غير سوي نفسيًا، وأتشحن أنا أصلًا بمشاعر سلبية إضافية، باقول لنفسي لأ هو عمل كده علشان مصلحة معينة. مش باقول إن ده هنا مبرر للشخص المؤذي وإن دي حاجة صح، لكن هو هيساعدك أنت في إنك تفهم، لأن المُخ دايمًا بيحاول يدوّر على أسباب، فأنت هتبدأ تفهم هو عمل معاك كده ليه. يعني صاحبك مثلًا اللي غدر بيك في حاجة معيّنة، بدل ما تتشحن ناحيته بمشاعر سلبية وتحاول أصلًا تزيد من معاناتك، قُل لنفسك لأ يا عم هو عمل كده مثلًا عشان بيدوّر على مصلحته الشخصية في حاجة معيّنة. يعني مثلًا أنت صاحبت صديق وكنتم كويسين، عمل معاك موقف معيّن علشان تقطعه وتكون الحجة اللي تقطعه بيها. بدل ما تبرر ده بأصل هو قليل أصل، تربيته مش عارف إيه، قُل إنه عمل كده علشان إحنا مثلًا مش متوافقين مع بعض والعلاقة المفروض ما تكمّلش. زي ما قُلت مش باقول إن ده مبرر صح، هو بكل تأكيد غلط، بس أنت بتدّي لمخّك نوعية من المخدر بدل ما في اللحظة دي تبدأ إنك تكرهه وتزيد من معاناتك وألمك بسبب إنك مشحون بمشاعر سلبية. وهكذا العلاقات العاطفية. وفيما بعد لمّا نمشي شوية هاقول لكم نحكم إزاي. برضه نقول غلطاتنا بكل صراحة. يعني حتى لو هي ما كانتش السبب الرئيسي في نهاية العلاقة ديّة، لازم أقولها، لأن ده مصلحة ليك أنت شخصيًا في إنك تتطور وتتفادى ده في العلاقات القادمة. يعني اخترت بنت غير مشابهة لطباعك، وكنت مثلًا وده بنشوفه كتير، عمّال بتحاول تغيّرها، مش عارف لبسها مش عاجبني، تدينها مش عاجبني، وبتحاول لحد لمّا فشلت. يبقى هتعرف في اللحظة دي برغم انكسارك وفشل العلاقة ديّة إنك من الأول كان المفروض تختار حد شبهك. فمش منطقي زي ما قُلت تكون حابب تتجوّز حد محافظ، تروح مع بنت متحرّرة وما فيش حد ليه حُكم عليها، وتستغرب إنها سابتك أو ما كنتوش متوافقين. ده في نهاية المطاف، سواء هي بقى كانت غلطانة أو ما كانتش غلطانة، استغلّتني ما استغلّتنيش. فإحنا بنوصل لنقطة معيّنة هنا، إن أنا زي ما قُلت إحنا بنحاول ندّي للآخرين غاية. مش باقول إن ده مُبرر، لأ هو غلط بكل تأكيد واللي جرحك غلطان، لكن أنا هنا باحاول أدّي مُخّي نوع من المخدر عشان يستوعب الصدمة. هنيجي لتالت نقطة وهي التدوين، ثم التدوين،
ثم التدوين. لو في نصيحة واحدة في موضوع التعافي أو التخطي ممكن أنصح بيها الناس فهي التدوين، ودي أكتر حاجة أنا وصلت لها بنفسي، ما قريتش عنها كتير أو حاجة زي كده، بس أنا بدأت إن أنا أجربها بنفسي. عن التخطي فهي التعبير عنه سواء بالكتابة أو بالرسم. طب ليه ده مفيد؟ أنت في خلال التخطي بتمر بمراحل كتير، كلها في النهاية بتساعدك إنك تعرف نفسك بشكل أفضل وتكون شخص أحسن بكتير عن الأول لو أنت مشيت بخطوات صحيحة. فبلاش تفوت فرصة زي دي. أنت حاول تكتب إيه أكتر حاجة فرحتك وإيه أكتر حاجات زعلتك. هل لما أنت عملت كتير عشان الشخص اللي بتحبه وتنازلت هو حبك زي ما أنت كنت فاكر؟ هل البنت اللي أنت كنت فاكر إن هي هتحبك لما تفضل تديها كل حاجة وسابت الشخص التاني اللي مثلا كان متقدم لها؟ طب هل الراجل اللي أنتِ فضلتِ تتجاوزي حدودِك معاه سواء الدينية أو المجتمعية وتخرجي معاه وممكن يلمس إيدِك أحيانًا في الحرام وكنتِ مش قابلة الموضوع بس بتقولي تمام عشان تحافظي عليه، هل هو فعلًا فضل في الآخر؟ فأنت بتستوعب دروس، يمكن بطريقة قاسية، لكن بتستوعب، لأن إحنا وظيفتنا في الحياة نتعلم ونتطور، فحاول ما تقللش من نفسك وما تحسش إنك قرفان من نفسك، لأن في النهاية كل شخص بيتوب ربنا بيقبل توبته. الحاجة التانية في حوار التدوين والاستفادة إن هي بتنقذك من العودة لنقطة الصفر. فكم مرة بعد انتهاء علاقة معينة بتحس بإن أنت عندك رغبة في إنها ترجع مع إن نهايتها أصلا كانت القرار الصح كتير، وبتبدأ تحن وتكلم نفس الشخص اللي أذاك وغيره. ممكن تسمع كلام يرجعك لنقطة الصفر تاني، طبعا كتير بيحصل الموضوع ده، لكن لما تكتب مشاعرك دي هتفهم إنها احتياج أكتر من كونها واقع. وبالتالي أنت حرفيًا رايح تتحايل على شخص مقابل كل حاجة صح، فقط لمجرد إن مخك كان متعود على وجوده وحاسس بالراحة، وفجأة كل ده اختفى. فالولد اللي كل يوم كان بيقول لِك أنتِ عملتِ إيه في يومِك هيختفي، مع إنه كان توكسيك وفيه العبر، بس مخك بيقول لِك لأ إزاي؟ ما إحنا كده ما حدش هيسأل علينا. لما ترجع تقرا اللي أنت كتبته لوحدك هتكتشف إنك ما كانش ينفع تبعت الرسالة دي زي ما ناس كتير بتغلط وبترجع تبعتها، وإنك وقتها كنت متأثر عاطفيًا مش أكتر. وإنك كنت على وشك إعادة نفسك لنقطة الصفر، فحاجة زي التدوين قدرت تفيدك وتخلصك من الحوار ده. وقيس بقى كل التصرفات اللي الناس بتعملها في حالات العلاقات المختلفة. طبعا هننتقل للنقطة التانية وهي القرار والنية في التخطي. طبعا دي ممكن تبان نقطة ساذجة، أصل أنت لو داخل تسمعني فأنت أكيد عاقد العزم من جواك على التجاوز، بس عايز أقول لك وأقول لها إنكم كذابين، وكلنا حرفيًا كذابين. مش قصدي التقليل، بس عمرنا ما دخلنا نتخطى وإحنا تمام، هنسيبها ترحم، لأ، أنت داخل علشان تريّح ضميرك شوية من السلبية، لكن من جواك لسه عشمان إن في أمل ولو بنسبة 1%. أنا هابدأ رحلة التجاوز، بس هي إن شاء الله هترجع لي، وهتفضل من جواك بتحلم بده، حتى لو مش بتقوله للناس، وحتى لو نفسك بتنكره، لكن صدقني أنا فاهم ده كويس، وإن ده بيحصل من جواك، وده اللي بيحصل حاليًا. لذلك من المهم إنك تبدأ من جواك تقول إنك هتنسى خلاص، لأن ده الأفضل ليك حاليًا، وما فيش أي options تانية. نيجي للنقطة اللي بعديها، توقف عن مراقبة ما لم يعد لك. الحقيقة الأمر ده في غاية الأهمية، وهتفضل تراقب الشخص ده إما إنك عايز تشوفه بيتذوق نفس الألم اللي عمله معاك في حياتك، أو علشان زي ما قلت لسه عشمان يكون فاكرك ويرضى عنك. كلتا الحالتين هتولد عندك حزن غير طبيعي، لأن الحقيقة الموجعة هو مش هيحن عليك ومش هيرجع يقول لك أنا آسف، بالعكس أحيانًا هيطلّعك أنت الغلطان. وبالنسبة لعدالة السماء اللي أنت مستنيها، فده مش هيحصل بالشكل اللي أنت متخيّله. أنت ساعات أصلًا لمّا هتبُص وأنت مستنيه تشوف انتقام ربنا منّه، هتلاقيه مبسوط وعايش حياته وربنا فاتح عليه كمان. ممكن يكون ده هيترد له قدّام أو يكون بيترد له فعليًا بس مش ظاهر عليه، فإياك تقعد مستني حاجة من الاتنين دول تحصل. كل اللي هيحصل هتوجع قلبك على الفاضي. ده مش بس بينطبق على العلاقات العاطفية، لكن تكون مش موفّق في وظيفة معيّنة، خلاص اقطع، ما تقعدش بقى تسأل مين دخل مكانك، مين حصل عليها، وهكذا في كل جوانب الحياة. اقطع خلاص، اللي حصل، حصل. طيب، ولو أنا حسيت نفسي مش قادر، هاقول لكم حاجة ناس كتير بتخاف منها، وده ساعات بنسبة كبيرة زي ما قُلت بيكون بسبب الأمل في العودة. اعملوا بلوك. والله. يا عم أنت لو عارف نفسك مش هتعرف تصمد، مش عيب أبدًا إنك تعمل بلوك، بالعكس كنت قرأت مقال دكتورة نفسية مش متذكر الاسم بتاعها بصراحة، وفضلت أدوّر عليه كتير بس ما عرفتش أوصل. بتقول إنك مثلًا لو كنت في علاقة عاطفية
وفي ناس مشتركة بينك وبين الشخص ده، بيفكّروك، بيصعّبوا من عملية تعافيك، تقدر تقول لهم لو سمحت أنا هاتجنّبكم فترة أو هاتجنّب التعامل معاكم فترة، أو مثلًا هاعمل لكم block وهاخلّي التواصل معاكم في أضيق الحدود علشان أقدر أتخطّى، علشان مش كل شوية تشوف الشخص ده في story مثلًا أو تشوفه حد منزّل له post معيّن، فترجع تاني نفس المشاعر، أو تشوفه عامل comment لحد، وهي قالت إن ده مش ضعف، ده إدراك أصلًا في حد ذاته لضعفك، وده أصلًا بيكون قمة القوة، فمش عيب لو حاسس إن في صور، ملفات، أي حاجة مرتبطة في مخك بالحدث تتخلّص منها، ولو الحاجات دي كانت مهمة تقدر تشيلها على جنب مؤقتًا بعيد عن مرمى نظرك، وده هيسهّل من العملية. ولعل ما يؤكد كلامي، لو حد فيكم جرّب يشوف شخص أذاه على أرض الواقع، هتلاقيه من شوية كان كويس وزي الفل، وبمجرد ما شافه وشه قلب ومزاجه اتعكر. طب لأ، على إيه؟ يبقى نقطع الموضوع من الأول خالص ونرتاح، علشان ما نسيبش أي مساحة للتعلق ولا للمشاعر ديّة من تاني. ندخل على نقطة جديدة، ودي بانصح بيها شخصيًا بصراحة، حاول تقرّب من ربنا وتصلّي حاجة زي قيام الليل حتى لو ركعتين بس. إحنا الشباب ساعات بنحس الانكسارات دي مصلحة أصلًا كبيرة لينا، لأنك غالبًا طول الوقت هتلاقي حياتك ماشية تمام إلى حدٍ ما، مش متقدّر، ما عندكش هموم تقيلة، عمرك ما غالبًا هتفكّر تروح للعبادة بالشكل الأمثل، لأنك هتكون شايف نفسك إنك بصراحة يعني مش محتاجها، أصل حياتك ماشية تمام. بالعكس أنت كبيرك هتكون بتصلّي الفروض ويمكن أحيانًا لأ كمان، والدنيا ماشية معاك زي الفل. لحد لمّا بتيجي لحظة زي دي بتكسر فيك كل حاجة، بتجيبك الأرض، بقيت عامل زي الطير اللي جناحه مكسور فمش عارف تعيش. في اللحظة دي بتقرر إنك هتروح لربنا، غالبًا هو الوحيد اللي هيسمعك زي ما أنت، هتضعف قدامه وهتقول اللي نفسك فيه، فتبدأ تحس إن حياتك بتتحسن، وتفهم الغرض من الابتلاء اللي أنت بتمُر فيه، وهتتطور عندك الفكرة بتاعة الرضا بقضاء الله وحكمه، وهتحس بسلام نفسي رهيب. أنتقل لنقطة جديدة، ودي يمكن أهم نقطة، وهي تحقيق الإنجاز هو المحطة النهائية. الحقيقة كلمة إنجاز هنا مش قصدي بيها إنك تكسب جايزة عملاقة، بالعكس أنا قصدي تعيش روتين حياة عادي جدًا، 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 لأنك في اللحظة الحالية حتى مش قادر توصل لربع ده. طيب هنعمل ده إزاي؟ هاقول لك إن هو الروتين غصبٍ عن دماغك ومزاجك، وبدون انتظار للنتايج. خلّينا نقول إن العملية كلها هروب من القعدة لوحدي، بعد ما كنت نصحتك بإنك تقعد لوحدك في البداية. طب ده ليه؟ لأن حرفيًا علشان تغيّر نفسك من وضع لوضع أنت محتاج تبذل مجهود، ده مش هيحصل من تلقاء نفسه. يعني علشان تحوّل بذور التفاح لشجرة تفاح أو محصول تفاح لازم تزرعه، مش هتحط البذور يعني وتستنى وهي تطلع لوحدها. حاسس النقطة دي ممكن تكون غامضة بالنسبة لك، فهاوضّح بمثال أنا أقصد إيه. أنا مع نهاية سنة تالتة في الكلية حققت مستوى دراسي مش أفضل حاجة، خلّينا نقول انتكاسة دراسية. ثم السنة بعد ما خلصت اتختمت أصلًا بموقف خذلان صعب جدًا، جدًا، جدًا على نفسيتي وقتها. ويمكن اللي زاد من صعوبة الموقف ده إني حرفيًا ما كنتش أعرف أنا باتحاسب على إيه، يعني ذنبي إيه في الليلة دي كلها ما كنتش عارف. عارفين لمّا تبقوا مع صاحبكم بالليل خارجين وزي الفل مبسوطين، تصحى الصبح تلاقيه بيقول لك أنا مش عايز أعرفك تاني، ومعاملته معاك اتغيّرت 180 درجة، لدرجة إنك تشك في نفسك وتفضل تراجع في القديم والجديد. الموقف كان بالضبط شبه كده، وكانت فترة من أصعب فترات حياتي، مش باتكسف بصراحة أقول كده يعني. بعدين قعدت حوالي الأسبوعين بتوع الأجازة مش عارف أعمل إيه، ومع بداية السنة الجديدة سنة رابعة لقيت إنه بغض النظر عن مدى جرحي ده، فأنا لو ما عملتش حاجة هافضل في نفس المستنقع. يومها كان يوم الجمعة بعد الصلاة، فقُلت أنا هاعمل روتين مش منتظر منه أي نتايج، وكان الروتين كالتالي: رقم 1 بالنسبة للدراسة، قُلت لنفسي أنا مش منتظر أجيب مجموع عالي، لأن الحقيقة ده منظر واحد وقتها مش عارف يفتح كتاب أصلًا، مش يتكلم في إنه يجيب مجموع. بس قُلت إني لازم هاذاكر كل يوم بغض النظر عن مزاجي، يعني مزاجي رايق هاذاكر، مزاجي متعكر هاذاكر، حتى لو نُص صفحة أنا مش فارق معايا بس هاذاكر. لسه لحد دلوقتي فاكر إن مادة البداية بالخطة دي كانت النسا، وبالفعل فتحت أول محاضرة. محاضرة أنا فاكرها لغاية دلوقتي هي الbleeding in early pregnancy للدكتور خالد عبد الملك. معلش أنا حابب أشكر الراجل ده، وذكرت اسمه مخصوص لأنه صاحب فضل عليَّ، وحاسس إن بداية الخير اللي أنا فيه دلوقتي كلها كانت بسببه.
وقُلت بدل ما هاذاكر نُص صفحة، ما أعرفش ليه لقيت نفسي متحمس جدًا ورُحت مخلّص المحاضرة كلّها، وعملت ملخص من أحلى الملخصات اللي عملتها في تاريخي الدراسي كلّه. وقتها حسيت بنشوة وإن لسه جوايا حاجة ييجي منها، وإني أقدر أقف على رجلي من تاني. المهم فضلت على النسق ده تصاعديًا، بقيت باغيّر مكان مذاكرتي، فبدل مثلًا القعدة في البيت علشان ما أقعدش لوحدي وأفكّر، كنت بانزل workspace، ودي كانت أول مرّة في حياتي أنزل workspace كنوع من التغيير. الحاجة التانية في الworkspace إن المكان كلّه حواليك ناس بتذاكر، هم مش مخذولين زيّك أو مش بيعانوا من حاجة، ممكن يكونوا بيعانوا بس قدّام بعض إحنا كلّنا ما حدّش يعرف مشاكل التاني، فبيحمّسوك إنّك تذاكر معاهم، وتبطّل تفكير في العبط اللي أنت بتفكّر فيه، لحد لمّا وصلت إنه خلاص بقى روتين يومي عندي مهما يحصل. وطبعًا أنا كنت مش منتظر حاجة في البداية، بدأت أكون مؤمن أكتر بفُرَصي، لحد لمّا السنة دي انتهت بمجموع نحمد ربنا، هو ما كانش اللي حلمت بيه في نهاية المطاف، لكنّي قدرت أتغلّب على نَفْسي. تعرّضت لانتكاسات وفقدان درجات إمّا بسبب تقصيري أو بسبب حظي في امتحانين معيّنين، لكنّي اتعلّمت كتير وطوّرت من نَفْسي، وكان عندي شغف وقتال عمري ما وصلت ليه في حياتي بالدرجة دي. كنت باطارد أحلامي بقوة أكبر من أي وقت في حياتي. الgym، عملت نفس الفكرة، قُلت كل يوم لو أنجزت نُص صفحة بتاعة المذاكرة هاروح الgym، وهافضل أروح مهما كان، تعبان، مش نايم، جعان، مهما يحصل هاروح، وأنا مش عايز فورمة ولا غيره، أنا هاروح بس عشان ما أفكّرش كتير وأضيّع جزء من وقتي. باقول لكم حرفيًا مش عايز أي حاجة من الدنيا، أنا في عُرف نفسي واحد بيتمرقع وبس. وفضلت مستمر ومش بابُص لا في المراية ولا باعمل InBody. وكمان حابب أستغل الفرصة ديّة وأشكر الكباتن الأفاضل بتوعي كابتن إبراهيم وكابتن ميدو، دول من أصحاب الفضل عليّا في الحوار ده، لأنهم كانوا بيحفّزوني في الgym. لحد بعد فترة بابُص على نفسي بالصدفة، لقيت نفسي شايل أوزان ما كنتش أحلم أعدّي حتى جنبها، بقيت بارفعها بكل سهولة، صحة قلبي في درجة كويسة، لدرجة إني فاكر إني لعبت حاجزين متتاليين بطاقة وشغف مش طبيعي. الناس كلّها كانت بتقول حسن بيلعب كده إزاي؟ منظر جسمي بقى مرعب ليّا أنا شخصيًا أساسًا، الكرش اختفى. بالمناسبة أنا مش باتكسف من نفسي لمّا يكون عندي كرش وباتقبّل جسمي في حالات كتير، ودي نصيحة جانبية برّه الموضوع حبيت أقولها يعني لعلها تفيد. كنت مستغرب جدًا بصراحة في الوقت ده، لكنّي كنت مبسوط، بقيت شبه الناس اللي حواليّا في الgym، اللي هو أنا كان كبير أتفرّج عليهم من بعيد وأقول ده يمكن حلم من الأحلام. الرسم، ما أعرفش وقتها وأنا أصلًا كنت باكره الرسم، إيه اللي خلّاني مسكت ورقة وقلم وقعدت أرسم، وفضلت باتطوّر يوم عن يوم، وقررت إني أشارك رسوماتي على Pinterest لحد ما بقت بتتشاف أكتر ومشهورة. وبقى الرسم بالنسبة لي مساحة أمان بافرّغ فيها طاقتي، وساعات باحس بالإنجاز لمّا باخلّص رسمة. طيب بعد ال3 نقاط دول كلّهم، أنا كده استفدت إيه؟ هي الفكرة اللي أنا باتكلّم عليها فكرة الإنجاز، وإنّك تشغِل وقت فراغك. لمّا شغلت وقت الفراغ بدأت تطلع من الmood، بدأت تدرك في نَفْسك إمكانيات وتشوف ناس وثقافات جديدة، كل ده بيخلّيك تتطوّر، بيوصّلك للإنجاز اللي بيخلّيك تشوف نَفْسك بنظرة مختلفة، وتعرف إنّك تغلّبت على الظروف وما فقدتش الثقة والإيمان بنَفْسك، وإن لحظة الانكسار اللي كنت فاكر إنّي مش هاقوم منها، هي اللحظة اللي صنعت المجد في نهاية المطاف، واللي بتأكد فكرة إنك لازم تعمل حاجة علشان تغيّر وضعك. أنا وقتها ما كنتش مُدرك ده، ويمكن إني ما كنتش حاطط توقعات زي ما قُلت، فأنا ما كنتش منتظر نتايج، يمكن يكون هو ده اللي ساعدني، لإن ما كنتش حاطط ضغط على نفسي. ثم أدركت في نهاية المطاف إن مش معنى صاحبك طلع شخص مش كويس يبقى الدنيا كلّها كده، مش معنى إن حبيبك طلع شخص سيء يبقى الدنيا انتهت. نقطة جديدة حابب أتكلم عليها هي الإيمان بالقضاء والقدر. يمكن دي نقطة مش هتعرف تكون عندك من البداية علشان نعتمد عليها في التخطي، لكن الصراحة أنت هتوصل لها خلال الرحلة، لما تبص وراك وتعرف ربنا صرف عنك ده ليه، وإنه نجاك ورحمك مش حرمك. هنحمد ربنا. وفاكر لما قلت لك نقطة إنك قاعد مستني تشوف الشخص ده ندمان وبيتوجع، لما توصل لهنا مش هتكون مهتم حرفيا، زيه زي غيره في الدنيا، بشر عابر بالنسبة لك، هو مبسوط أو زعلان دي مش بتاعتي، ربنا يعينه في حياته. طب هي إيه عقبات التخطي؟ طبعا العملية مش سهلة زي ما بنقول، لكنها برضه مش مستحيلة، وعلشان ما تقعش في السكة هقول لك هتقابل إيه وتتعامل معاه إزاي. أول حاجة هتقابلها هي التذبذب. عمر المنحنى ما هيكون تصاعدي، لا المنحنى بيبقى ماشي بشكل عشوائي. في أوقات هتحس نفسك متخطي ومتجاوز وزي الفل، وفي أوقات هتحس نفسك في الأرض، ده حاجة طبيعية جدا.
استجيب لمشاعرك وعبّر عنها زي ما قُلت لك، ممكن بحاجة زي الكتابة، أو حتى لو هتتكلم مع حد. بس هاقول لك حاجة، لازم، 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 لازم الشخص ده يكون ثقة، وأرجوك مليار مرّة تاني يكون ثقة. لو حسيت نفسك حابب تعيّط، عيّط، لإن ده شيء بيخفف من حدة الموضوع. ويمكن النصيحة دي موجهة أكتر للرجالة، لإن كده الستات غالبًا بتعيّط عادي، ما تتكسفش من ده، وده هيساعدك تتحسن صدّقني. وبعدين ارجع كمّل الرحلة بتاعتك عادي، مش عيب، ده الطبيعي أساسًا إن يكون عندك انتكاسات أو تذبذب. النقطة التانية وهي إنك بتحاول تعوّض بعلاقات تانية، والنقطة دي أخُص بالذكر أكتر فيها العلاقات العاطفية، وده بسبب إنك بتكون متشكّك في قدرتك على إنك تكون محبوب أو إن حد يكون متمسك بيك، فممكن تلجأ لدخول علاقة تانية وأنت مش حاسس. ولو حاجة تانية خلّينا نقول إن مجرّد ما حد يعاملك كويس ممكن تحس إنه بيحبك، لإنك حاليًا شخص ضعيف. بمعنى لو بنت سابتك، فأنت لو بتاعة الكاشير قالت لك خلّي بالك كوباية القهوة سخنة عليك، وبرغم إن الميم ده بيضحّكني جدًا، جدًا، إلا إنه حقيقي، إنك أصلًا ممكن في اللحظة دي تحس نفسك إنك وقعت في حُبّها. فعلشان تتغلب على النقطة دي طول ما أنت مش حاسس إنك مستقر عاطفيًا، ابعد عن الدخول في أي علاقة، لأن عواقب ده هتكون وخيمة. أنت لمّا تتجاوز بالفعل هتكتشف إنك دخّلت نفسك في حاجة مش شبهك من الأصل، وهتكون مؤذي لحد ما لوش أي ذنب. لذلك اهدى كده وفكّر في مشاعرك كويس. برضه الدخول في علاقات عاطفية في الوقت ده بيخلّيك تدوّر على حاجات سهلة ومستباحة، زي إنك توصل لتجاوزات ما لهاش حدود، وتجاوزات مش طبيعية مع الجنس الآخر، بتتعدى حدود الدين والمجتمع، لأن الحاجات دي بتدّي لك إحساس إنك مقبول، سواء كنت ولد أو بنت. ابعد عن النقطة دي تمامًا، وحاول ما توصلّهاش، لأن الحاجات دي ضرايبها عالية جدًا. من ضمن العقبات الاستسلام وإنك تسيب نفسك، غالبًا دي أسوأ حاجة ممكن تعملها في حق نفسك، لأنك بتفقد السيطرة على نفسك وبتقتنع تمامًا إنك فاشل، وبالتالي بتنجرف ساعات لسكة زي السجاير، المخدرات. وصدقوني ده يبان مبالغة، بس الواحد اتحكى له بجد من ناس الكلام ده. تقبل زي ما قلت الانهيارات، لكن بلاش تروح للسكة دي نهائي، وهي مجرد لحظات عبرة، فإياك إنك تستسلم ليها، لأن الحاجات دي بتديك إحساس بالسيطرة الوهمية وبتحاول تعوض لك نقصك، لكن في حقيقة الأمر هي هتدمر كل حياتك. فخ العودة، غالبا الحاجات دي تنطبق على علاقات الصداقة والعلاقات العاطفية أكتر. تخيل إنك طول فترة تعافيك محدش هيبص عليك من الناس اللي ظلموك، حرفيا محدش هيعبرك، تعيش كل ده لوحدك. بس بعدين لما حياتك تتحسن، الشخص اللي ظلمك ده، الكلام ده مش بيحصل طول الوقت، بس باقول إنه بيحصل بالفعل في حالات كتير، هيرجع في صورة من صورتين: إما التعبير عن ندم ومحاولة توضيح الصورة ويعرف أنت حاسس بإيه دلوقتي، أو الصورة التانية إنه يجلد فيك ويحاول يخليك تحس بالذنب. في الصورة الأولى أنا بانصح إنك تسمعه وعادي، حتى لو حابب تغفر له، بس بدون ما ترجع. العلاقة زي ما كانت هي كبرها تبقى سطحية. هتقول لي ليه قلبك أسود كده؟ هاقول لك ممكن نعتبر إن نيته خير، لو كان وضّح موقفه ده من البداية، مش بعد ما تسيبني باحارب نفسي وباحارب الأيام علشان بس أعيش حياة عادية زيكم، وأول ما أوصل لها تفتكر إنك ظلمتني وجاي توضّح لي. فلو حابب تعمل خير اسمعه، وقُل له إن علاقتكم لن تتجاوز السطحية، وبلاش ترجع، صدّقني ده فخ، لإن لو خاطرك عزيز كان وضّح لك ده من البداية. والثاني، فكك وكبر دماغك، لأن الشخص ده غروره هيمنعه، على عكس الشخص الأولاني إنه يقول لك إن هو غلطان. لذلك هتلاقيه بيحاول يدمرك نفسيا بكلام من قبيل: يا عم حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك، وهكذا. وأقول لك حاجة، طول ما عارف إنك خالص قدام ربنا سيب اللي يقول يقول. وبالمناسبة الشخصين مؤذيين نفسيا وأسوأ من بعض. من ضمن العقبات اللي ممكن تقابلك في فكرة التخطي الأغاني، وتحديدا الأغاني الحزينة، دي هتزود من همومك وهتضرب على جروحك مليار مرة، فحاول تتجنبها. صدقني هي بتفضل تقنعك وتخليك تحب المود اللي انت عايش فيه، وجو ان الدنيا جاية عليك وعايش فيها وليل ونهار، فمش هتعرف تطلع. فأرجوك ابعد عنه. في النهاية يا صديقي، التخطي مش زرار هندوس عليه فننسى، ولا هو فقدان ذاكرة. التخطي هو رحلة نضج إجباري. انت بتدخل النفق ده شخص، وبتخرج منه شخص تاني خالص، شخص أقوى، أوعى، وأكثر رحمة بنفسه وبالناس. جايز دلوقتي تكون شايف الدنيا سودة وحاسس إن الوجع ده مش هينتهي، بس خليني أقولك عن يقين هينتهي، وهتيجي لحظة تضحك فيها من قلبك تاني، وهتحقق إنجازات ما كنتش تحلم بيها.
وهتفتكر الأيام دي وتقول الحمد لله إن ربنا نجاني وقواني. خد وقتك، ازعل، عيط، اكتب، بس اوعى تقف مكانك. الروتين هو طوق النجاة، والإنجاز هو الدواء. ومين عارف، يمكن الانكسار اللي انت فيه دلوقتي هو بداية أعظم قصة نجاح في حياتك، زي ما حصل معايا وهتلاقيه حصل مع غيري كتير. لو الحلقة دي لمست حاجة جواك ما تنساش تشاركها مع حد محتاجها، وتعمل لايك عشان توصل لغيرك. ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات أو تبعتوا لي على أونفو إيه أكتر حاجة ساعدتك تتخطى فترة صعبة في حياتك، ممكن نتناقش في الموضوع ده. فبشكركم على حسن استماعكم، أشوفكم على خير وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.